السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم احمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض بوريك الافران جميل جدا وهش وقطني وطري جدا وطعمه حلو، وكمان هنحشيه للولاد للمدارس، وكمان ممكن يشيله طول الاسبوع في الفريزر. ده حوالي نص كيلو دقيق، هنحط عليه معلقتين لبن بودرة، وعليه طبعا شوية ملح، وهنحط حوالي معلقتين خل ومعلقتين كمان زيت. تمام، اي نوع زيت تحبيه. وهكون مجهزه الخميره بتاعتي طبعا زي ما احنا متعودين، ربع كوبايه ميه عليها معلقه كبيره خميره فوريه او بيره، ومعلقه كبيره سكر، وسبتهم لحد ما اتفاعلوا بالشكل ده، ونزلت بيهم على الدقيق. خلاص انا لحد كده مش عايزه احط سوائل كتير، هحط معلقه صلصه، دي هتديني لون حلو قوي للعجينه وطعم كمان حلو. ده لبن قاطع عندي، طبعا اللي بيقولوا عندي لبن قاطع مش عارفه اعمل بيه ايه. لبن القاطع للمعجنات يا جماعه هايل جدا جدا، تشيليه في الفريزر في اكياس وطلعيه لما تكوني ناويه تعجني اي حاجه. خلاص انا مش هكتر، هنزل واحده واحده عشان العجينه ما تطرش مني. انا عايزه العجينه مظبوطه، لا ناشفه قوي ولا طريه قوي، عايزاها مظبوطه تكون كده لينه وحلوه. خلاص كده، ولميت العجينه بالشكل ده وهسيبها لما تختمر بالشكل الجميل ده ما شاء الله عليها. شايفين ما شاء الله تضاعف حجمها بالشكل ده. وهقسمها نصين بالشكل ده، واحط تحتها دي، ودي جبنه متشكله موتزاريلا على شيدر على رومي الموجود عندك على زيتون حسب ما ولادك بيحبوا. وهفردها بالشكل ده ما شاء الله عليها سلسة جدا. سبتها طبعا لما ارتاحت فبتتفرد معايا بمنتهى السهولة. وبكوباية، وهعمل دواير كده عشان خاطر الأحجام تبقى متناسقة أو قد بعضها. مش عايزة تفرديها وتعمليها بالشكل ده، تقدري تعمليها كور عادية وتحشيها بالشكل اللي يريحك. بس احنا بنقول عشان يبقى شكلها كلها ظريف، كلها يعني تكون ايه متناسقة وكده. خلاص انا عملت جزء كده وجزء عملت ايه كور علشان خاطر كنت مستعجلة في الاخر. خلاص كده ما شاء الله عملت لي كمية حلوة جدا. حليب الزوايد وارجع اجمعها تاني وارجع اعمل لها من اول وجديد بالشكل ده. خلاص كده يا جماعه. وهنجيب بقى، شوفوا ولادك بيحبوا ايه، حط لهم نوتيلا، حط لهم جبنه مشكله زي ما احنا قلنا، موزاريلا على رومي على شيدر حسب المتاح عندك، او اسطنبولي. خلاص انا عملت جبنه شكلتها وهحطها بالشكل ده. وبرضو هجيب نوتيلا، الولاد بيحبوها برضو، هحطها خفيفة كده علشان خاطر ما تسحش وتطلع بره العجينة، فمش هزود، هحطها كده في النص برضو تغيير وطعم حلو. بس كده هبتدي اقفل كأني بعمل قطايف او سمبوسة، هتتقفل بمنتهى السهولة. وارجع ايه اقفلها بالشكل ده واعملها كده زي القرص، وكأننا بنعمل قرص بس على طويل كده او مدور حسب الشكل اللي يريحك. بس كده الموضوع سهل خالص مفيهوش اي حاجه. وحطها بقى في صواني واسيبها لحد ما ترتاح خالص وتختمر وتضاعف حجمها كمان. واكون بعد كده مجهزه شويه نسكافيه من انت بتشربيهم دول، اللي هو شويه لبن على نسكافيه على سكر، وهتمسحي بيهم وشهم بفرشه بس بالراحه عشان خاطر طبعا بتكون منفوخه، فعشان خاطر ما تعملش منك. انا عملت معاكم اكتر من واحده، هو الموضوع سهل وبسيط مفيهوش اي حاجه. عماله بقى في منتهى السهوله، والعجينه ما شاء الله عليها جميله جدا عشان مرتاحه واخده حقها، فجميله جدا وسلسه ومقاديرها مظبوطه. وهنخلص الكميه بتاعتنا كلها نحطها في صينيه او صاج مدهون زيت خفيف خالص، وكميه بالشكل ده. عملت برضو احجام كبيره وسبتها لما اختمرت بالشكل اللي زي ما انتم شايفين. وجبت بقى النسكافيه دهنتها بيه بالراحه خالص عشان خاطر هي منفوخه، عشان خاطر ما تتأثرش، او ببخاخ زي ما قلنا قبل كده عملت للفينو بخاخ فيه ميه بسكر وهرش عليه، وحطيت عليه حبة البركة وسمسم، وده شكله في الفرن ما شاء الله عليه. وهسيبه لحد ما يحمر بالشكل ده. خلاص، وده شكله معانا قطني جدا وطري وهش وطعمه تحفة جدا. طبعا للناس اللي الولاد طبعا المدرسة، عشان خاطر هتعملي كل يوم، لا انت مثلا تختاري يوم تكوني فاضية فيه في الاسبوع وتعملي كمية. وبعد ما تطلع من الفرن لا تكون سخنة قوي بتلسع، ولا تكون باردة،
تكون دافية، وتجيبي أكياس من أكياس الساندوتشات وتعبيه كمية في الفريزر وتطلعيها لهم الصبح، هتفك في ثواني وياخدوها معاهم المدرسة مغذية طبعًا معمولة بلبن ومغذية جدًا ومحشية، وهتكون طعمها حلو أوي وهيحبوها خالص ولذيذة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ما تنسوش سبسكرايب لقناتنا ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.